السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. واقعتنا النهاردة من بني سويف من أهناسيا. واقعتنا النهاردة ماشية بالعكس، بدل ما الأب هو اللي ينصح ابنه، ده الابن هو اللي بينصح أبوه. بس تعالوا نشوف هنا الابن عمل إيه في أبوه. الواقعة بتاعتنا النهاردة كانت من أهناسيا من بني سويف، من بيت رجب اللي عنده 44 سنة، متجوز ومخلف وعنده ابنه الكبير عنده 22 سنة، وبيشتغلوا بالخردة والحياة حلوة وجميلة وبيكسبوا زي الفل. ولكن من كتر القرش اللي كان معاه، رجب ده كان بيشرب مخدرات وبيجيب حشيش من النوع الغالي. الواد ينصح أبوه: مفيش فايدة يابا، كده غلط، مفيش يابا، كده عيب، مفيش فايدة، هتضيع فلوسنا، بلاش الفلوس يابا، صحتك يابا، مفيش فايدة. الواد مهما يقول لأبوه، أبوه ما ولا بيسمع كلام ولا كأنه بيسمع حاجة، لغاية ما بدأت الفلوس تقل وبدأ أبوه كمان يحط إيده على رأس المال اللي هم شغالين بيه. أنت كمان هتحط قرش إيدك على رأس المال، كمان هتاخده وهتسحب منه لغاية ما الفلوس تخلص. يابا مش كده، حرام عليك، هتودينا في داهية، مفيش فايدة، هتودي نفسك في داهية وهتودينا معاك. الأب ولا كأنه سامع حاجة. المهم، الواد خلى في يوم من الأيام أمه وأخته مش موجودين في البيت، وقعد مع أبوه بقى كده، قاعدة هما الاتنين: يابا أنت هتضيعنا، يابا حرام عليك، ده أنا يابا نصحتك، ياما أقول لك كده غلط، كده عيب، عيب عليك لما أكون أنا ابنك وأقول لك بلاش مخدرات. مالكش دعوة، أنت مالك أنت أنا خدت منك حاجة؟ دي كلها فلوسي ورأس مالي. طبعا بدأ الأب يعلي صوته على ابنه، ابنه بقى طبعا متضايق، علّى صوته كمان على أبوه، أبوه بقى هيقوم يضربه. الواد راح قايم، أبوه طبعًا حاطط كده كوفية على الجلابية بتاعته، قام راح ماسك الكوفية وراح لاففها على رقبته، اللي هي اللاسة يعني بنقول عليها في القرى، وراح شاددها أوي على رقبته وخلّص عليه وموّته. وبعد كده راح حاطّه في شوال وطلع برّه وحطّه على التريسيكل، والناس عارفين إن هو بيحط حاجة على التريسيكل يبقى بيحط خُردة. ما دي شغلتهم، شغلتهم كلها شوال، شوال فيه حديد، شوال فيه ألمونيا، شوال فيه، هنا بقى شوال فيه أبوه. حط أبوه في التريسيكل وخد بعضه وطلع لقرية بعيدة عن أهناسيا كده، في بيت مهجور، وراح مدخله وخرجه من الشوال وراح حاطط عليه بنزين لما غرقه بنزين، وهنعرف غرقه دلوقتي ليه. وراح مولع فيه، بسم الله ما شاء الله، وراح طالع على القسم بعد ما عمل عملته وقال لهم: ابويا متغيب بقاله يومين ومش لاقيينه وبندور عليه. طبعا على طول هنا الشرطه بدات تتحرك وبدات تسال الاهالي، قالوا: ده احنا لسه شايفينه امبارح. يومين ايه؟ شايفينه امبارح في البيت عنده داخل بيته. هنا بدات الشرطه تشك في الواد، بداوا يفرغوا الكاميرات، لقوا ان هو فيه حاطط شوال على التريسيكل وطالع بيه، طبيعي طبعا. قال لهم: دي خرده. طب الخرده دي وديتها فين؟ ده في المكان الفلاني. راحوا المكان الفلاني طلع كذب. طب لا، ده في المكان الفلاني. راحوا المكان الفلاني طلع كذب. قالوا بقى: لا، ده هو، تعالى بقى. بالضغط عليه اعترف وقال: ايوه، وانا اللي عملت كده عشان خاطر ابويا هيضيعنا ويضيع نفسه. وقعد كمان حط ايده على راس المال اللي احنا بنشتري بيه الخرد. طيب انت ولعت فيه، انت موتته وخنقته وخدته في بيت مهجور ورميته، ايه اللي خلاك ولعت فيه بقى بالطريقه ديت؟ قال: علشان خاطر اخفي معالم الجريمه خالص ومحدش يعرف ان انا اللي عملت كده. غرقته بنزين، بقى خلاص ما فيهوش لا لحم ولا شحم، هو بقى عظم بس. تم القبض على ابنه وهو دلوقتي حاليا في النيابه بيتحقق معاه، وهيتحول لمحكمه الجنايات. وزي ما حضراتكم شايفين الجريمه هي عشان ما حدش يقول انت بتجيب الجرايم دي منين. وطبعا هنا الاب ضيع نفسه وابنه كمان ضاع. بس اي نعم، الاب غلطان، راجل غلطان اللي بيشرب مخدرات، تمام، دي ما فيهاش، ولكن مش معنى كده ان ابنه يقتله، لا. يعني في كذا تصرف: خد ابوك وديه مصحة، يا عم اقفل عليه الباب، يا عم حوش عنه الحاجة دي بأي طريقة، يعني جيب أي حد من أهله، من كبار إخواته بتاع ولا حاجة، يخلوه يمتنع عن كده. لكن أنت ما قدرتش تعمل كده في أبوك وتموته وبعدين تولع فيه وتحرقه. لله الأمر من قبل ومن بعد. بشكركم جدا، بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.